ونحلق إلى الجزائر، حيث أنهى فريق النادي العربي استعداده لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم. الزعيم خوض لقاء بفرصتين: الفوز أو التعادل الإيجابي، وسط إصرار لاعبيه على الفوز وتحقيق اللقب. مفادنا إلى الجزائر رائد الشمري والتفاصيل. تلك هي الصورة التفاؤلية في معسكر الأخضر العربوي، فالأجواء مبشرة والروح المعنوية عالية، والتمرين الأخير كشف الجهوزية التامة للزعيم قبل مواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري يوم الثلاثاء في الساعة 7:30. الزعيم سيكون بالموعد من أجل كأس العربية، فالجميع سيقاتل بشراسة، والأخضر العربوي أعد العدة لهذه المباراة وسط اكتمال جميع الصفوف. أنا أشوف الأمور طيبة والتوافيق من الله، وأتمنى من أهل الكويت وأخواننا وأبهاتنا وأمهات الجميع اللاعبين الدعوات لنا بالتوفيق، ونتمنى بس نبي شوية حظ إن شاء الله. الحمد لله، اللهم لك الحمد، المعنويات عالية ومرتفعة، والربع كلهم صاروا عزيمة إن شاء الله على تحقيق الفوز، وبإذن الله إن شاء الله أن راح نرد الديرة ومعانا الكاس بإذن الله، وما ننسى يعني دعوات أهل الكويت للمباراة. التدريبات اعتمد فيها البرتغالي جوزيه روماو على تطبيق تكتيك اللعب الذي سيخوضه مع فريق اتحاد العاصمة، ولم يترك شيء للصدفة، واضعا مختلف الحلول ومفعلا مفاتيح اللعب، لكن سيكون الحذر حاضرا لامتصاص حماس الفريق المستضيف. الربع الحمد لله معنوياتهم عالية، يعني احنا يعني تعبنا في هالبطولة، وإن شاء الله يعني نتوج يعني تعبنا هذا بالبطولة هذه، خصوصا بطولة يعني مو هينة، يعني البطولة العربية مو فريق افريقي يعني تفوز عليه يعني بأرضه وتاخذ البطولة منه بحد ذاته يعني إنجاز يعني. يبقى ملعب 5 يوليو الأولمبي بالعاصمة الجزائرية مسرحا مرتقبا لحسم لقب الكأس العربية التي نتمناها عربوية، فالزعيم جاهز تماما لهذه المواجهة، وأبطاله عاقدون العزم على العودة بالكأس لأرض الوطن بإذن الله. الكتيبة العربوية تتم استعداداتها النهائية قبل المواجهة المرتقبة والحماسية على لقب كأس الاتحاد العربي للأندية، وسط روح معنوية عالية هنا في الجزائر. رائد الشمري من ملعب الجيش، تلفزيون وطن.